السلام عليكم. بص، انا شايف ان تقريبا اللي حصل ان الناس كلها تمهد لها صفقة زيزو، لكن لما زيزو طلع يتكلم وابتدى يقول على القصور الإدارية والقصور اللي موجودة في إدارة الفريق وفي إدارة النادي. هو انا شفته من وجهة نظري، والله بدون اي انتماء. انا شفته ان هو راجل محترف بعقلية محترفة، بيتعامل مع ناس على الله ان شاء الله. هو ده اللي حصل، هو ده اللي بان قدام كل الناس. ابراهيم فايق يا باشا جابه وقال له خد يا باشا اقعد احكي. وعلى فكره ان هو قال لهم 30 40% او 50%. انا جالي معلومه مؤكده ان زيزو كان هيجدد ب 39 مليون بس هي الفكره ان اداره الزمالك ما كانش عندها فلوس، والراجل طلع وقالها بكل صراحة. انا قلت لهم موافق اجدد باي رقم، بس ما اتباعش السنة دي، عشان هو عارف ان هم اتحطوا في موقف وحش، وهم اصلا سواء صورة زيزو، فخلاص الموضوع انتهى. زيزو بيتعامل مع نفسه على ان انت دلوقتي بقيت فري، فانت من حقك تفكر في مصلحتك زي ما انت الناس بتفكر في مصلحة الفريق. عادي، زيزو بالارقام اللي قالها كان قادر ان هو يفيد الزمالك اكتر من مره، حتى لو هيروح كوبري دي، وهو حتى قالها دي هتبقى بتاعت اللعيب مش بتاعتك. انت كده كده استفدت، فانت ما استفدتش اي حاجه. اداره زفت، اداره زفت، اداره زفت. انا اهلاوي لكن اداره الزمالك محتاجه وقفه، ومحتاجه ان هو يرجع تاني، يبقى في اداره حكيمه قويه قادره ان هي تنافس، قادره ان هي تاخد قرارات مصيريه حتى لو هتيجي على زعل الجمهور شويه. لك الله يا زمالك. اتمنى ان الزمالك يرجع يفوق تاني، بدل ما نشوف الزمالك مكان الاسماعيلي. سلام.